اسباب الصداع؟ ما اسبابه كلها؟ هنلاقي انها مش كتير. فمثلا اول صداع بتاع خبطه، واحد اتخبط في دماغه. اللي اتخبط في دماغه ده نوعين من الصداع، في الحال ومؤجل. تقول لي طب مين اخطر؟ اقول لك المؤجل. يعني انا اتخبطت وانا داخل مثلا باب، اتخبطت هنا. اللي بيصدع في الحال اقل خطوره من اللي بعد ساعتين ثلاثه صدع. لان اللي بعد ساعتين ثلاثه غالبا ده نزيف جوه من الخبطه، فلازم يعمل اشعه مقطعيه او رنين. فيبقى عندنا اول صداع صعاد الخبطه، وده نوعين، الف وب. الف في الحال، وب مؤجل. المؤجل بعد ساعتين ثلاثه ده خطير جدا. اللي في الحال بيبقى عضله اللي هنا انقبضت فعملت له صداع. النوع الثاني من الصداع بتاع الضغط. ضغط الدم العالي ده اساسي. فضغط الدم العالي بيجيب صداع، بس صداع معين اللي هو امام الاذن وفي القفا. امام الاذن وفي القفا. في نوع تاني من الصداع بيجي في الضغط اللي هو في الراس. يجي يقول الراجل يمسك دماغه من هنا. ده نفسي، بيجي بعد ما العيان يعرف ان عنده ضغط. خطير، او اللي خطير في الجهل. خطير في الجهل ان هو الصداع زاد قوي عليه، يروح مزود الدواء من نفسه. نقول له هذا الصداع يا ابني لا علاقه له بالضغط. الصداع اللي في الراس ده. عندنا صداع زياده ضغط النافوخ زي اورام المخ. اللي عنده ورم لا قدر الله في مخه وعنده صداع عنيف جدا، بس معاه حاجتين مهمين جدا، معاه قيء وزغلله عين. يبقى انا عندي بتكلم على 3 حاجات: صداع، زغلله عينين، قيء. وقيء ملوش علاقه بالاكل، ده مهم، لازم يجري على الدكتور ده. في صداع مهم جدا جدا اللي هو الميجرين. الميجرين اللي هو الصداع النصفي ده بيجي في الستات اكتر من الرجاله، بيجي في الاذكياء اكتر من الاغبياء. ما نعرفش ليه. عشان بيفكروا كتير. يعني اللي عنده صداع نصفي ده يطمئن ان هو راجل محترم يعني، او ست عشان بيفكر كتير. وقبل الدوره اكثر كتير جدا من بعد الدوره. قبل الدوره تلاقي الصداع جدا. انا جات لي واحده ست في العياده الاسبوع ده مخبوطه كده. بقول لها ده ايه؟ مين اللي خبطك؟ عايزه اطمن يعني. قالت لي انا خبطت راسي في الحته. لما جالي الصداع من شده الصداع. من شده الصداع. الميجرين. ابن عمه في حاجه. يعمل ايه اللي عنده صداع؟ لا له علاج. لا في الحال بقى انا عايز اسكنه، اعمل ايه؟ في الحال مالوش بقى غير ان احنا نديله مسكنات وننيمه وكلام من ده. في ابن عم الميجرين حاجه اسمها كلاستر هيدك، اللي هو الصداع النفسي برضه مالوش تفسير. فالاثنين دول في منتهى العنف. في بقى صداع اللي هو انا وانتي بقى والناس كلها، تنشن هيدك. الصداع النفسي اللي هو مالوش مبرر. تلاقيه ماسك قرطه كده يقول لك صداع، تقيسي ضغط تلاقيه كويس، اشعه مقطعيه تطلع سليمه، مش عارف، كله كويس. في صداع نتيجه اصابه حاجه حوالين الجمجمه، سنتي بايظه. لا ده وجع كمان الصداع اللي بيجي بسبب السنان ده جيب انفي يعني وحش جدا. عين عايزه النضاره تتعدل. فكل الحاجات دي تصدع.